معرفش ازاي محدش بيتكلم عن الراجل ده، مع احترامي الشديد لميد ترم والابطال الشاطرين جدا اللي فيه، بس وجود احمد عزمي هو اكتر حاجه لفتت نظري في المسلسل. احمد عزمي فنان شاطر جدا وجميل، وقدر ان هو يتغلب على واحده من اكبر المشاكل اللي ممكن يمر بيها اي انسان في حياته. يقدر ان هو يرجع تاني ويبدا بدايه قويه بعد ما كان دخل طريق ملوش رجوع. ومش عارفه فكره ان في ربط ما بين انه طالع في المسلسل اب الابن متعاطي هي حاجه مقصدنا في المسلسل ولا لا، بس اللي متاكده منه ان هي اكيد قاسيه عليه انه يمر بحاله شبيهه باللي كان فيها حتى لو كان دور تمثيلي. المهم احنا مبسوطين بوجود احمد عزمي تاني على التلفزيون بعد غياب الفتره اللي فاتت دي والتجربه القاسيه اللي مر بيها. وبعد ما كان من اهم الممثلين واللي كانوا بيظهروا دايما وتعودنا على وجودهم في التلفزيون وفي السينما، ان شاء الله بعد الاداء اللي شفناه في ميد ترم الخطير ده متاكدين انه هيرجع بنفس القوه. معرفش ازاي محدش بيتكلم عن الراجل ده، مع احترامي الشديد لميد ترم والابطال الشاطرين جدا اللي فيه، بس وجود احمد عزمي هو اكتر حاجه لفتت نظري في المسلسل. احمد عزمي فنان شاطر جدا وجميل، وقدر ان هو يتغلب على واحده من اكبر المشاكل اللي ممكن يمر بيها اي انسان في حياته. يقدر ان هو يرجع تاني ويبدا بدايه قويه بعد ما كان دخل طريق ملوش رجوع. ومش عارفه فكره ان في ربط ما بين انه طالع في المسلسل اب الابن متعاطي هي حاجه مقصدنا في المسلسل ولا لا، بس اللي متاكده منه ان هي اكيد قاسيه عليه انه يمر بحاله شبيهه باللي كان فيها حتى لو كان دور تمثيلي. المهم احنا مبسوطين بوجود احمد عزمي تاني على التلفزيون بعد غياب الفتره اللي فاتت دي والتجربه القاسيه اللي مر بيها. وبعد ما كان من اهم الممثلين واللي كانوا بيظهروا دايما وتعودنا على وجودهم في التلفزيون وفي السينما، ان شاء الله بعد الاداء اللي شفناه في ميد ترم الخطير ده متاكدين انه هيرجع بنفس القوه.